50 جنيه 50 جنيه، يا ترى هنعمل ايه بال50 جنيه؟ ده اللحمة نار والفراخ غالية والسمك غالي. هنعمل ايه يا ترى بال50 جنيه؟ جاتلي فكرة. انا هروح هعمل النهاردة وجبة ب50 جنيه وبس. يلا نشوف ايه هي الوجبة ونشوف مع بعض هنعمل ايه بال50 جنيه. الله، بسم الله ما شاء الله. كل السندوتشات ديت اتعملت ب50 جنيه. ايوه، كبدة بالردة وبطاطس، وكمان عاملة سندوتشات نوعين: كبدة بالبطاطس وكبدة بالبتنجان والطماطم. تعالوا بقى نشوف مكونات الأكلة الجامدة دي. ده نص كيلو بطاطس ب6 جنيه، وده كيلو بتنجان ب10 جنيه، ودوت ربع كيلو كبدة بكام؟ ب35 جنيه. يبقى كده يا ولاد احنا صرفنا كام؟ صرفنا 50 جنيه. طبعا البطاطس، هي طبعا البطاطس غالية دلوقتي. لا، الفلفل والقطة دول يا ولاد عندي من الأول بصراحة. البطاطس يا ولاد دلوقتي ب15 وب16، بس البطاطس اللي أنا جبتها دي كانت الكيلو ب12 جنيه، علشان هي صغيرة شوية وفيها يعني بطاطس مكسرة كده وحاجات زي كده. بس مش مشكلة، احنا طبعا مش هناكلها سليمة، ده احنا هنقشرها وهنقطعها صوابع وهنحمرها، يعني هنعمل فيها شغل كتير. طبعا هي مش هتنزل يعني ببطننا سليمة. فطبعا ليه لا ان انا اجيب من ام 12 بدل ما اجيب من ام 16، وهو برضو نوفر. تعالوا بقى نشوف يا ولاد هنعمل الاكلة دي ازاي. انا بصراحة كان عندي من امبارح فلفل وطماطم في التلاجة، فخدت قرنين فلفل بس، مش هاخد كتير. هاخد بس، طبعا كلنا عندنا في التلاجة فلفل وطماطم وحاجات زي كده بتنفع في اي وقت. طبعا هاخد قرنين فلفل فقط لا غير، وهخرطهم زي ما انتوا شايفين كده على الرخامة، وهحطهم في الكبة بتاعة الخلاط، وهحط معاهم يا حبيبتي فصين توم بس، وشوية ملح وشوية فلفل اسمر. والخلطة دي ليه بقى؟ علشان الخلطة ديت هنحطها على الكبدة. هنحط نصها على كبدة ونصها برضو، واحنا في الفيديو كده مع بعض هقول لكم هنحط نص الخلطة على ايه. وادي الفلفل الاسمر والملح، وهنعصر بس ليمونه بدل الخل لان ما كانش عندي خل، فعصرت فصين ليمون على الخلطه بتاعتي. أه وهو المفروض بصراحه كنت احط كمون، بس انا نسيت احط كمون، معلش عفوا. انا كان عندي والله كمون بس نسيته. طبعا هنضربها في الخلاط بدل ما ندقها بقى في الهون والكلام القديم ده. هنضربها في الخلاط ضربا مبرحا. وطبعا هنحط نصها زي ما اتفقنا على الكبدة، وهنخلي النص التاني وهنشوف هنعمل بيه ايه دلوقتي. طبعا هنتبل الكبدة زي ما احنا شايفين كده، هنتبل الكبدة ونسيبها شوية على الرخامة. وهنروح بقى نعمل بقية المكونات الأكلة. هنقلي بقى البتنجان ونقلي البطاطس، وهنعمل بقى كل الحاجات ديت مع بعضينا. آه زي ما انتوا شايفين كده بقلبها كويس جدا في الخلطة، وهسيبها قد نص ساعة كده في الخلطة كده تتبل. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم كده زي ما انتوا شايفين. هقطع بقى البتنجان يا حبايب قلبي. هقطعه بقى طرنشات، صوابع، اي حاجه، اي تقطيع يعني اللي تيجي معاكي. ولو وصلتش معايا بقى لحد هنا اعملي لي بقى لايك، علشان الاكله الجامده ديت ام 50 جنيه. طبعا يا ولاد احنا في الغلا دوت لازم نفكر في اكلات سريعه وبسيطه، ومش لازم يعني نعمل رجيم بقى. الزمن دلوقتي حكم علينا ان احنا نعمل رجيم كلنا يا ولاد. التخين والرفيع هيعمل رجيم. فبسم الله الرحمن الرحيم كده الميزانية اتخرمت معايا من قبل الشهر ما يبتدي، علشان طبعا رحت جبت اكل طيور وذرة وحاجات زي كده. فبصراحة الفلوس اللي كانت معايا كلها اتصرفت، بس الحمد لله. برضو هنعرف نتصرف وهنعرف نعمل احلى اكل ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده بقى قطعت البتنجان ودخلت على البطاطس. برضو هخرطها صوابع. شايفين بقى البطاطس الصغيرة ازاي دي بقى ايه؟ كانت بطاطس، يعني الواحدة مقسومة 2 كده، بطاطس صغيرة شوية، فمخلينها ب12 جنيه بدل 16 جنيه. فانا نقيت طبعا والله زي الفل وجميلة، يعني كلها نعمة ربنا الحمد لله. آه لو وصلتوا معايا لحد هنا يلا اعملوا الاشتراك واعملوا اللايك وشجعوني.
شجعوا بقى الاكله الحلوه دي. الحمد لله على كل حال. لازم يا اولاد نعرف نتصرف على اضيق الحدود واقل الامكانيات، ونعمل برضو اكل حلو لولادنا يبسطهم ويخليهم ايه، يعني مش محتاجين حاجه على الاقل. زي ما انتوا شايفين كده خرطت البطاطس صوابع. اول حاجه بقى هنزل بالصوابع في الزيت، علشان وهو الزيت لسه كده الكميه حلوه وفيره معايا. اول حاجه هقليها البطاطس، وكمان لسه الزيت يكون معايا نضيف. اهم حاجه الخطوات نمشي ايه، يعني اهم من الشغل تظبيط الشغل. اهم حاجه اول حاجه هنحطها في الزيت هي البطاطس عشان تطلع معانا نضيفه وحلوه، عشان بعد كده هنقلي الكبده المرده في الزيت برضو نفس الزيت. والبتنجان برضو يعني هنديله تشويحه كده برضو في نفس الزيت. وطبعا انا كده بقى قليت البطاطس اهو وطلعتها. دول بقى نص كيلو بطاطس عمل معايا كميه حلوه بسم الله ما شاء الله، عشان انا مش عايزه كتير، عشان بس احط كده على سندوتشات الكبده يعني من فوق الوش. طبعا بقى ايه الكبده بعد ما اتبلت معايا هحطها بقى في الرده واضغط عليها كده ضغطه خفيفه، علشان الرده ما ايه، ما تخ... ما تد... يعني ايه تثبت فيها. ماشي. عايزه اقول لكم يا ولاد، ساعات الواحد من كتر الغلا بيقول ايه ده 50 جنيه هعمل بيها ايه؟ مش ممكن. مش ممكن هتعمل حاجه في الغلا اللي احنا فيه دوت. بس السواقي ربنا بيدبرها الحمد لله، وبتعمل برضو ان شاء الله. بس مش عايزه اضحك عليكم يعني واقول لكم ان هي كفتني اليوم كله، لا هي بصراحه جابت لي الغداء فقط لا غير. لكن الفطار بصراحه كنت جايباه من قبل ما انزل السوق. تمام. كان عندي جبنه في التلاجة، وقلت معاهم كده بيضتين وفطرنا والحمد لله. اما بقى في العشاء برضك لو حد جاع بالليل، يعني لو كان والله العظيم عايزه اقول اني انا بصراحه ما بتعشيش. يعني هو بصراحه الفطار فطار كويس دسم، وغدا زي ما انتوا شايفين كده برضو وجبه كويسه جدا. وبصراحه ما يعني ايه ما بحسش ان انا ببقى عايزه اتعشى يعني بصراحه. والظروف اللي احنا فيها ديت بصراحه يا ريت ما نتعشاش. مش ما نتعشاش جوع، لا يعني ما نتعشاش. يعني ايه ناكل حاجه خفيفه بقى بالليل، مثلا علبه زبادي سندوتش جبنه حاجات زي كده يعني. ونوفر برضك وننام خفاف علشان ما يجيلناش كوابيس. كفايه كابوس الغلا اللي احنا فيه بصراحه. زي ما انتوا شايفين كده انا ايه تبلت الرده كلها. وبرده فريده حبيبه قلبي برده كانت واقفه بتساعدني، ربنا ما يحرمني منها يا رب. بنتي حبيبتي دي الصغنونه دي هي احن واحده عليا، ربنا يا رب يحنن قلبها كمان وكمان. كده ايه الرده خلصت. الواد ادم بقى جاي ايه يغلس عليا، وكان عمال ياخد في البطاطس. فانا بقول له يا ابني ده انا عامله شويه صغيرين عشان السندوتشات يعني مش عامله كميه كبيره. برضك مفيش فايده. طبعا انا ايه الرد خلصت فمرضتش احط رد تاني. قلت ايه يعني يا حبق يا نبق خلي الرز قد الورق. زي ما بنقول كده ايه ساعه ما بنيجي نعمل المحشي. بس وهقليها بقى بعد طبعا ما قليت البطاطس. وما بتاخدش وقت على النار خالص. خلي بالك ان يعني ايه ما تنشفيش الكبده. الكبده هي بص تحطيها وفي دقيقه تقلبيها علشان ما تنشفش معاكي، تبقى طريه كده وحلوه. ماشي. اديني اهو طلعتها بسرعه بسرعه. ما بتاخدش وقت نهائي على النار بسم الله ما شاء الله. طبعا الربع كيلو عمل معايا قد مثلا قد 8 شرايح حاجه زي كده. بصوا بقى البتنجان ما حبيتش اسيبه كتير في الزيت. البتنجان يعني حطيته كده في الزيت وطلعته بسرعه حطيته في صينيه علشان يستوي بقى ايه في الصينيه اللي هي الفاضيه دي يستوي فيها كده ايه على نار هاديه. تمام. علشان الزيت بقى كان خلص معايا ومرضتش احط زيت تاني بصراحه. يعني كان عندي زيت بصراحه بس مرضتش ان انا ايه افتري يعني في الزيت. طبعا القوطه بقى ايه خرطتها شرايح كده صغيره خالص. وبقيه الخلطه بقى اللي فاضت من الكبده حطيتهم ايه على الطماطم وسبتها تنشف بقى خالص. ما قلبتهاش بصراحه عشان ايه ما تتهريش مني. انا عايزاها كده تبقى شرايح زي ما هي لحد ما تستوي. آه دي كده خلاص نشفت معايا. انا بديها بس تقليبه كده بسيطه خالص عشان تاخد الوش التاني. والسندوتشات بقى هنبتدي نعمل بقى السندوتشات الجميله بتاعتنا.
بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بصوا بقى قطع الشريحة في سندوتش. انا طبعا الرغيف يعني بقسمه اتنين، بدخله في بعضه كده اهو، وبخلي الرغيف هو سندوتش، يعني ده مش نص رغيف، لا ده رغيف كامل، وبدخله في بعضه كده بحيث ان هو يبقى ايه، من مبطن من جوه. فطبعا انا كده بقى حطيت شريحة الكبدة، ومعاها حتتين بتنجان، ومعاها الطماطم اللي احنا ايه شوحناها دي، وبالدقة بتاعت الفلفل والثوم. فطبعا بقى كده بصوا بسم الله ما شاء الله، عملت 6 بالبتنجان والطماطم، و2 بالبطاطس او 3 بالبطاطس، علشان في الناس اللي عايزين بالبطاطس ياكلوا، واللي عاوز بالبتنجان ياكل. اللي عايزه اقول لكم ان الكبده مع البتنجان يا ولاد انا جربتها قبل كده في محل، في مطعم يعني بره، كانت تحفه وكانت غاليه على فكره جدا. يعني شوف انت بقى احسبي السندوتش بكام، وشوف انت عملتي كام سندوتش، بسم الله ما شاء الله. طبعا يعني وفر جامد قوي 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 بقى بالنسبه للسندوتشات بره. ممكن السندوتش بره دلوقتي يعني يكون ب20 جنيه، ب25، حاجه زي كده يعني. وفريده بقى طبعا ايه مستنيه الغدوه بتاعتنا الجامده دي، بقول لها اتفضلي معانا يا فريده، تقولي حاضر يا ماما. وبالهنا والشفا للي هياكل.